سلام باحضان الطبيعه. وشو ممكن نلاقي نحن طالعين باثناء مثلا تجوالنا بالطبيعه، شو ممكن نصادف. تمام. وان شاء الله تعالى بيكون فيديو ممتع، وخليكم معي واعملوا لي لايك وتابعوا لنهايه الفيديو اصدقائي. ومثل ما شايفين حبايبي طلعوا هي على اساس صخره، بس ولكن هي مو صخره. طلعوا شلون هون في صدفه تمام متحجره. هي المستحاثات البحريه. سبحان الله تعالى، مين بيعلم غير رب العالمين قديش هي بيكون عمرها؟ مثلا مليون سنه، مليون و400، مليون و500 سنه، الله اعلم. حبايب قلبي، واثناء رحلتنا كمان يعني التقينا بالشباب هون والصبيان عم يسبحوا بهذا الجو الشوب الحار. وهذا القمح سبحان الله، هي حقول القمح كلها هي مزروعه. هلا صار وقت الحصاد. طلعوا هذا القمح ممكن نقدمه للببغاوات، ممكن نقدمه للطيور، للدواجن. وهدول بناتي نينو وحسونة، لينو وحسونة. وانا وعم بتمشى اصدقائي لقيت على الشجرة عش، بس عش والله اعلم. ما بدي اعلي صوتي انا مشان اطلع اذا كان في عش طير ولا شو نوعه. عم تصوري؟ ليكو اصدقائي لقيت هذا العش سبحان الله، وكان بقلبه كمان بيض. يا ترى بيض شو هذا بده يكون؟ يلي بيعرف ممكن يكتب لي بالتعليقات لفرجيكم حجم البيضة قديش. رح احمل البيضة انا شوي شوي. ليكو قديش صغيرة. يا ترى بيض شو على هذا العيش. كانت مفاجأة كثير حلوة أثناء تجوالي أنا بالأراضي. مثل ما شايفين كمان هون هي كلها مزروعة فول، بيزرعوا فول هون أصحاب الأراضي. سبحان الله ليكو. وهذا الفول منظره هيك تازة بشهي. خليني اكل وحده دوقه. يا سلام، كل شيء بيكون تازة بياخذ العقل، كثير طيب. وهي هلا هون كمان شجر الزيتون ما شاء الله كثير حلو، ليكو مزهر. هذا الزهر كله بصير شو؟ زيتون. سبحان الله. هاي صدفة متحجرة كمان، عم حاول طالعها للأرض. طلعوا كيف؟ صدف متحجر مستحاثات بحرية قديمة جدا. وهذا هو الصدف اللي لقيته أثناء رحلتي المتحجر. تمام. وهلي بيعود للزمن الطباشيري، والله أعلم قديش بيعود عمره هذا. لهذا هون أصدقائي بنكون رحلتنا انتهت، وإن شاء الله بشوفكم فيديوهات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله.